السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أحمد شعبان ودي قناة سيفتي ستيب. النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا بيخص حياتنا كلنا، وهو إنك إزاي تتصرف وتحمي نفسك وقت الزلازل. الزلازل بتيجي فجأة من غير أي إنذار، وساعتها مفيش وقت إنك تفكر، ولازم تكون جاهز وعارف هتعمل إيه. ربنا سبحانه وتعالى بيقول في القرآن: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. واحنا هنا بناخد بالأسباب، ودي من علامات التوكل على الله. طيب يعني ايه زلزال؟ الزلزال بيكون عبارة عن هزة مفاجئة بتحصل في الأرض بسبب حركة صفائح ضخمة تحت سطح الأرض، ممكن تبقى بسيطة وممكن تدمر مدن. تاني حاجة مقياس الزلزال. الزلزال بيتقاس ازاي؟ وبيتقاس هل هو ضعيف ولا قوي. الزلزال بنقيسه بمقياس اسمه ريختر، الناس متخصصة بتقيسه بالمقياس ده، وأقل من 3 درجات بيكون ضعيف جدا، من 3 ل 4.9 خفيف بتحس بيه بس نادر بسبب بيسبب ضرر، من 5 ل 6.9 متوسط لقوي ممكن بيأثر على المباني، من 7 ل 7.9 ده بيكون زلزال قوي بيعمل دمار فعلي، من 8 وأكتر مدمر بيأثر على مدن كاملة. تالت حاجة تعمل ايه وقت الزلزال؟ لو انت جوه المبنى ما تجريش، اختار مكان امن زي مثلا ترابيزه تكون قويه، او اي ترابيزه، او جنب حيط داخلي بعيد عن الشبابيك بتحمي راسك بايدك او باي حاجه متاحه. ما تستخدمش الاسانسير نهائي. لو انت في الشارع بتبعد عن المباني، بتبعد عن اعمده الكهرباء، بتقف في مكان مفتوح لحد ما الهزه تروح. لو راكب عربيه، وقف على جنب بهدوء بعيد عن الكباري، ما تتحركش غير لما الزلزال يخلص. بعد الزلزال بتعمل ايه؟ تفحص المكان كويس، بتفصل غاز والكهرباء، لو في ريحة غريبة خليك مستعد لهزات ارتدادية تاني. لو محبوس تحت ركام ما تصرخش، استخدم صوتك او اي حاجة معدنية عشان تخبط. الله اعلم المساعدة هتجيلك في وقت قد ايه. شنطة الطوارئ لازم تكون جاهزة: كشاف، بطارية، مية، اكل، اسعاف اولي، صفارة، اوراق مهمة. بتعلم اولادي ازاي يتصرفوا، وبكلمهم ببساطه، بتدربهم على خطه الطوارئ، علمهم يستخبوا ويغطوا راسهم. رقم الطوارئ يكون معاهم او في البيت او معاك. خلي تعليم ممتع من خلال لعبه او كرتون. يعني بننبه برضو ان الزلزال مش بس حاجه علميه، ده كمان رساله من ربنا. ابن القيم رحمه الله بيقول: ومن تاثير معاصي الله في الارض ما يحل بها من الخسف والزلازل. وابن ابي الدنيا عن انس بن مالك دخل على عائشه رضي الله عنها وقال لها رجل: يا ام المؤمنين حدثينا عن الزلزله. فقالت: اذا استباحوا الزنا وشربوا الخمر وضربوا المعازف غار الله عز وجل في سمائه فقال الارض تزلزلي بهم فان تابوا ونزعوا والا هدمها عليهم. فقال: اعذابا لهم؟ قالت: بلى، موعظة ورحمة للمؤمنين ونكالا وعذابا وسخطا على الكافرين. قال أنس: ما سمعت حديثا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أشد فرحا به مني بهذا الحديث. يعني مش بس بناخد بالأسباب، لكن كمان نرجع لربنا ونصلح حالنا. في وقت الزلازل خليك هادي، خليك واعي، خليك مستعد، خليك قائد للي حواليك. لو عجبتك الحلقة ما تنساش تدعمنا بلايك واشتراك وفعل الجرس. السلام عليكم.